123 رقم لن ينساه المغاربة والمغرب، لأنه الرقم الذي جلب العار والخزي للمغاربة، لأنه الرقم الذي يعني المرتبة التي احتلها المغرب ضمن دول العالم كله، والذين يبلغ عددهم 177 دولة. هذه المرتبة المخزية التي احتلها المغرب عبر سلم يدعى سلم التنمية البشرية، وهذا السلم يعتمد 3 محددات أساسية يعتمدها للحكم على المرتبة التي تناسب كل دولة عبر العالم. وهذه المحددات الثلاثة هي أولا الأمل في الحياة والقطاع الصحي بشكل عام، والمعدل الذي يتقاضاه كل فرد، أي معدل الدخل الفردي، وأخيرا تطور قطاع التعليم. سوف نسلط الضوء إن شاء الله في هذا التقرير المصور على جزء وعلى بالضبط قطاع التعليم. وإذا كان قطاع التعليم يشكل ثلث المحددات التي يعتمدها سلم التنمية البشرية، فإن هذا التقرير المصور لا يعني بتاتا أننا نتعاطى مع ثلث الأسباب، بل مع السبب الرئيسي الذي يدل على تقدم الأمة أو تخلفها. فقطاع التعليم هو القلب النابض الذي يضخ الدم في جميع القطاعات، وإذا كان متقدما ومتطورا فإن جميع القطاعات الأخرى تتطور، وإذا كان متخلفا فإن هذا التخلف أيضا ينطلي على القطاعات الأخرى. النموذج الذي سوف نراه في هذا التقرير المصور هو عن مدرسة في قرية تدعى تينيفيفت في مجموعة مدارس تعومارت بمنطقة النيف إقليم الرشيدية. فإلى التقرير.